يا أولاد يا حلوين، أنا جدكم حكيم وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في حديقة جميلة مليانة شجر وورد كان فيه عالم سحري صغير اسمه بستان العسل، وكان فيه كائنات لذيذة جدا اسمهم نقنقات، شبه العصافير الصغيرة بألوانهم زاهية، وعندهم جناحين بيطيروا بيهم وسط الورد والفراشات. بس كان في نقنوقة صغيرة اسمها روما. ما روما كانت مختلفة شوية، اتولدت بجناح واحد بس، وكان أصحابها بيقولوا روما مش هتعرف تطير، روما مش هتلعب معانا فوق الشجر، روما مش زي باقي النقنقات. لكن روما كانت بتبتسم وبتقول يمكن ما أقدرش أطير، بس يمكن أقدر أساعد بطريقتي. كانت بتحب تلون الورق وترسم خرايط للحديقة وتعمل زينة من الزهور. وفي يوم حصلت حاجة غريبة، الهوا اللي كان بيخلي الحديقة منعشة وسعيدة وقف، الورد بقى دايبل والفراشات مشيت وكل الحيوانات بقت زعلانة. النقنقات حاولوا يدوروا على سبب المشكلة، لكن مفيش حد قدر يعرف. روما قالت تعالوا نرسم الأماكن اللي كنا بنلعب فيها ونشوف فين كان الهوا دايما بيعدي. قالوا لها وإيه يعني الرسم هيعمل إيه؟ لكنها بدأت ترسم وتحط علامات وتفكر، وفجأة لقوا حجر سحري مدفون تحت شجرة مكسور نصين. روما جمعت الحجر وعملت عليه رسمة جميلة، وفجأة الهوا رجع والورد فتح والدنيا رجعت زي الأول. ساعتها كل النقنقات طاروا حواليها وقالوا كنا فاكرينك مش زينا، بس طلعتي أجملنا كلنا. وروما قالت وهي بتضحك يمكن ما بتطيرش في السما، بس خيالي بيطير بعيد قوي. ويا ولاد، مش لازم نبقى زي بعض علشان نبقى مميزين، كل واحد فينا جواه حاجة حلوة بتخليه يلمع لوحده. المهم نؤمن بنفسنا ونحب اللي عندنا. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.